اهلا بكم في يوم جديد، فيديو جديد، وان شاء الله تكون بخير واحسن حال. الفيديو ده هو فيديو ديبند على كلمه قريتها في كتاب اللي هو العادات الذريه، من احلى الكتب يا جماعه، وانا قلت لكم عليه قبل كده في ريفيو ايه تشتريه من الكتب وايه لا. حلو جدا جدا. فقريت كده حاجه بيقول لك ان انت عشان تبني اي عاده جديده محتاج انك تحدد الزمان والمكان. فقلت انا عايز ان انا ابني عادات جديده عشان من بعد الاجازه، وانا مش ببني اي عاده جديده بصراحه، عندي تسويف ما لا نهايه. فقلت ان انا عايز ابني عاده جديده بلس ان انا اشاركها معاكم ونشوف التجربه فعلا هتنجح ولا لا، بس انا واثق ان هي هتنجح بصراحه، يعني انا واثق من ده. فعندي كام حاجه كده عايز اعملها وان انا ابنيها عادات جديده في الاجازه عموما. وهي اول حاجه ان انا عندي تو كورسز. اول كورس هو كورس بروبلم سولفينج اللي هو اساسيات البرمجه وحاجات من كده. تاني حاجه هو كورس اللغه الصينيه، باخد لغه صيني. تالت حاجه وهو ورد القران، لان انا عندي ورد قد كده واتطرق الحمد لله. فالمهم عايز بقى ان انا اجمع ده كله، وعايز ان انا ابدا ان انا اخليهم عاده جديده وان انا ابنيهم في يومي روتيني. تمام. فيلا بينا الاول نشوف العاده هنبنيها ازاي، او هنعمل ايه يعني عشان نبني العاده دي. بص بقى، اول حاجه عندنا كتكوتتنا القمر دي اللي احنا هنبدا ان احنا ندون فيها العادات اللي احنا عايزينها. هقول لكم الاول نعمل ايه. نجيب صفحه كده، تمام. نجيب اي صفحه فاضيه بالطريقه دي، وهنجيب مسطره وقلم رصاص، تمام. وهنبدا نسطر 3 كده المنظر ده. ماشي. بعد ما سطرنا ال3 ده، مش راضي يعمل فوكس ده. بعد ما سطرنا ال3 دول، كتبت اول حاجه المهام، ثانيه، اول حاجه المهام والمكان والزمان. تمام. هكتب ايه؟ هكتب مثلا اول مهمه ان انا مثلا عايز اقرا الورد بتاعي. فقراءه الورد هعمله فين؟ هعمله مثلا بعد صلاه الظهر. بعد صلاه الظهر مثلا. ماشي. بس يعني ما تحددش اللي هو مكان كده عامة، حدد مكان بالظبط. يعني مثلا بعد صلاة الظهر، مثلا على الكنبة اللي جنب اللي أنا بصلي فيه مثلا، أو على المصلية وأنا لسه قاعد، هكذا يعني. بعد صلاة الظهر على الكنبة. ماشي. الزمان مثلا لمدة قد إيه؟ هتكون مثلا لمدة مثلا ساعة مثلا، أو من الساعة مثلا 1 ل1:30، وتحدد الزمان. وهكذا تبدأ إن أنت تكتبهم كده. تمام. تبدا بقى تكتب كل المهام بتاعتك كده. فانت لما تيجي تحدد الزمان هتعرف بقى انت في يومك هتمشي كام ساعه وكام وقت وهكذا يعني. فهنكمل على كده ونرجع تاني. ودي كانت العادات اللي انا عملتها، هم 3 عادات بصراحه. ده اللي انا عايز اعملهم، يعني هم دول ال3 عادات اللي انا عايز استمر عليهم طول الاجازه واطلع بفايده كبيره منهم. فده اللي انا كتبتها. فهو كان في العادات او كتاب العادات الذريه كان كاتب نفس الكلام ده بالظبط. هبقى احاول احط لكم الكود بتاعه. فعجبني جدا وقررت ان انا يعني اعمل، يعني هو بص اهو، مش هعملها اصل هو بيعمل جداول كده وبيوريك، بس هو مش عاملها، فانا عملتها له. في عادات تانية اصلا هو كمان بيعملها، مختلفة جدا عن اللي احنا عاملينها. يعني هو بيقول لك ان انت تعمل عادات وتشوف انت انهي عادة مناسبة معاك. يعني في عادة مثلا عامل كده جدول بالمنظر ده، ويبدا ان هو في الجدول يبدا ان هو يبني روتينه من اول ما يصحى من النوم لحد ما ينام. طب الروتين ده بيبقى عامل ازاي؟ اول حاجه عنده حاجه اسمها بيحط علامه، بيكتب الروتين كله، بعد كده يبدا يحط علامه بلس او ماينس او ايكوال. بلس يعني ان هي دي عاده، ان هي ايه، حسنه. يعني انا مثلا اغسل اسناني، فدي عاده حسنه كده كده. عندك مثلا ماينس، دي عاده سيئه، مثلا ان انا اتفقد هاتفي، مش مهمه بالنسبه لي. ماشي. ايكوال دي كانت محايده، يعني انا هستيقظ ما لازم اقوم من النوم، ان انا اطفي المنبه ما انا لازم اطفي المنبه، فدي حاجه محايده. فانت بتبدا ان انت ترتب بقى وتشوف يومك هيمشي ازاي بالظبط. فهي دي من العادات اللي هي ايه، حلوه جدا برضو، ممكن ايه تعمل. فتعالوا نبدا بقى حياتنا احنا وعاداتنا احنا. فاول حاجه ان انا هعملها ان انا هقرا الورد بتاعي الاول قبل ما اذاكر كده وناخد الكورسات. هنبدا بالورد بتاعنا عشان يبقى فيه بركه وتعم البركه. فمش هعرف اصور لان انا هاخد الموبايل دلوقتي واعمل الورد دي. فيلا بينا.
خلصنا اول حاجه وهو ورد القران، خلصنا. دلوقتي بقى عندنا، خدت بريك شويه بصراحه، خدت بريك حوالي تلت ساعه، فده كويس جدا. حاليا الساعه 3، فده كويس. دلوقتي بقى هنبدا الحاجه التانية، واللي هو ياخد الكورس بتاع البروبلم سولفينج لمده ساعتين، يعني من 3 ل 5. اوكي، نشوف بقى دلوقتي نستمر من 3 ل 5 ولا ممكن نخلص قبلها. فعندنا اللاب، بس هو يعني بيفتح شوية جهد يعني بتاعته. حاليا حليت مسألة accepted، ده الدنيا وما فيها. بس فاضل لي مسألة كمان، بس صعبة شوية، مش صعبة، هي سهلة وهنحلها، بس عايز تفكير جدا وأنا أرهقت جدا 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 جدا. فغالبا بقى ناخد بريك شوية ونرجع نحلها، عشان بعديها ندخل على اللي بعده. عايز اقول لكم على حاجه، بفكر جديا ان انا انزل فيديو كل اسبوع، اللي هو يكون كل يوم جمعه مثلا. انا مش عارف يعني هيبقى حلو ولا لا، وهل اقدر اصلا اصور كل اسبوع ولا لا، دي حاجه تانية يعني. بس بحاول جدا، عايز انتظم ان انا انزل على اليوتيوب وعلى الانستجرام كمان، ان انا انزل كل اسبوع مثلا او كل فتره. بعتذر عن الصوت ده، بس هو صوت مزعج جدا بتاع اللاب، فبنعتذر جدا. استنى اقفله ان شاء الله يتقفل يعني. ففكرت فكرة جديا ان انا اعمل كده، فقولوا لي الافكار اللي انتوا عايزين تشوفوها في الفيديوهات، تمام، عشان اصورها، تمام. بلس كمان ان كنت عايز اقول حاجة كمان نسيت. ان شاء الله ان شاء الله فيديو سلسلة بتاعة سلسلة الكليات وكده ان شاء الله، بس هتكون يوم تاني لوحدها، مش هتكون نفس اليوم، يعني هتكون يوم غالبا مثلا سبت حد اتنين، يعني انتوا برضو قولوا لي، عشان انا مش عارف بصراحه انزله امتى، بس هيكون يوم لوحده. فهي كده يعتبر انا بنزل يومين في الاسبوع كده، يعني احلى حاجه، ومفيش كده حاجه تاني يعني. فناخد بريك شويه ونرجع تاني. تعالوا بقى معايا وانا بذاكر حاليا الصيني، اللغه الصينيه. تعالوا بقى معايا وانا بنطق الحروف، شفتوا بنطق دي؟ ماشي، دي كلها كده الحروف هننطقها كلها مع بعض. يلا. ا و إي أو أو بوا فوا موا فوا دوا تو ن ل ك ف تي تشي شي شو جو شو شو هي شو جو جو هي جيم وشين جو شو شو ماشي. ز س س اي او. ده كانوا الحروف فقط، لسه ما خلصوش، لسه هنكملهم بقى دلوقتي مع بعض. وده كان الحمد لله اخر الفيديو، خلصنا كل اللي علينا الحمد لله، طبعا ده بتوفيق ربنا. والساعه بقت 8، فبالظبط زي ما احنا مخططين لها. فهنهي الفيديو بجمله صينيه. طبعا انا اصلا الجمله الصينيه جبتها من على جوجل ترانسليت عادي، بس انا لسه ما خدتش جمل صينيه، بس خدت الحروف الصينيه، فلازم اقول لكم اي حاجه بالصيني. يلا جاهزين؟ 谢谢你看到这里，再见。